السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. فيديو اليوم راح يكون معمر بالحماس والنشاط والطاقه الايجابيه. راح ندير معكم روتين عميق للمطبخ نتاعي ونعطيوه لمسه نقاء قبل رمضان ان شاء الله. تابعي معايا الفيديو حتى للاخر باش تشوفي النتيجه النهائيه اللي تريح النفسيه. اولا فرغت لي بلاكار ورميت كامل واش ما نحتاجش، المغطى اللي ما عندوش الباطو وهذوك الكيسان اللي كل كاس منزي والكاس المفروم وهاكم على بالكم. ونظمت كل حاجه في بلاصتها هكذا، اللي نحتاجها نلقاها ثم. فريز البنات هو نصف النظافه. انا نبدا بالفريز. اولا هذه هي طريقتي اللي معتمدتها من بكري، مريحتني بزاف ونخدم بالقسطو بلا ما نكره الميناج. المهم دائما الميناج الكبير للمطبخ لازم نقسمه على 2 ولا 3 خطرات اون 3 جور ولا هكذا باش نعطي كل حاجه حقها وما نضغطش على روحي. والنهار الثاني هو نهار لي ماشين الكتروميناجي، مثلا نغسل الفور، نغسل الاير فراير، ميكرووند، فريجيدير. داير راح نشارك معكم واحد الطريقه هايله لتغسلي بها الاير فراير، تقولي هذا وين خرجت من المغازون وجامي استعملتها. والنهار الثالث والاخير نمسح الخيوط ونحي لي طاش بلا ما نكثر الماء ونغرق الدنيا، غير بخلطات خفيفه والنتيجه تخرج هايله. شوفي اختي، الخدمه بزاف وبلا نظام هي اللي تخليك تكرهي حياتك وتحبسي كلش. الدار راهي باش نعيشوا فيها، يعني ما تضغطيش على روحك، ماشي ما تحب لازم كلش في بلاصتو، حاجه ما هي منا ولا منا. الصح في راحه الواحد والراحه النفسيه، وباش لازم دارك تقعد نظيفه بلا ما تتعبي ولا تعبي روحك. لازم الخدمه بالعقل والاستمراريه. شوفي راح نعطيك واحد القاعدة تخليك تغلبي الشغل والشغل ما يغلبكش. قاعدة 15 دقيقة يوميا بلا ما ديري نهار كبير. كاين عفايس لو كان ديري 10 دقائق الصباح و10 دقائق العشية الدار والله ما تتخلط، تقعد كلش في بلاصتو، الدنيا مفروزة بلا تعب وبلا جهد. اي حاجه رجعها لبلاصتها وانتي تمشي. الكوزينه هي الصح. الاميان ما يباتوش في البوطاجي، امسحيه نظفيه، غدوه تصنوضي صباح تلقاي تشربي قهوه نظيفه وفتحي طواقي الصباح وعشوة تتنفس الدنيا وتتجدد الطاقة. وثاني قسمي المهام تاعك، سما كل نهار اعطيلو حاجة ديريها، ما ديريش كلش في نهار واحد هكذا تتعبي وتكرهي. مثلا السبت دايما لغسيل القش ديري ماشينة ولا زوج، ونهار الحد ديري التسياق والغبرة. الثلاثاء دايما خليه تنظيف عميق لكاش جهة في دارك اللي راهي مكركبة وحابة تفرزيها وتحكم لك شوي، لكن ديري حاجة فريدة، ما ديريش قدين حاجة في النهار، مثلا بلاكار ولا طبقي خزانة. والاربعاء والخميس خليهم الحاجات الخفيف هكذا تقعد لك طاقة للويكاند. وثاني اي حاجه تشد لك قل من 2 دقائق ديريها، ما تخليش الدنيا تتراكم عليك. مثلا تغسلي فنجان القهوه، تبرقي مري، تعلقي فيستا تطايش في الارض، ديريها في وقتها، ما تخليش الدنيا تتراكم عليك. ونقصي ثاني الخردوات، طيشي يا مدام طيشي، ما تهابيش. قد ما يكون عندك القراوز والعفايس بزاف التنظيف راح يكون صعيب وواعر. خلي كيما نقولوا البوطاجي والاسطح اللي عندك كل فريغه هكذا تمسحي وتعقبي. ودوك جينا للجزء اللي بالك كامل تسناو فيه، كيفاش نرجعوا هذا الاير فراير تشعل بلا تعب وبلا ما نفسدوها. شوفوا دون لي دو باك هذو ديروا مغطى بيكربونات وعصروا عليها القارص وخليوا هذاك القارص لداخل، وديروا لي زيت تاع المعان اللي عندكم، ديروا اون بون كونتيتي هكذا كيما راكم تشوفوا في لا فيديو، وعمروها بالماء الماء سخون ولا بارد كيما حبيتو، باسكو راح نشعلوها ونخليوها حتى يغلي هذاك الماء باه لي دايم هذاك الكل يذوب. ودوكا نشعلوها ونخليوها تسخن مليح. هذيك السخانه مع البخار تاع القارص والبيكربونات هي اللي راح تذوب كامل الدهون اللي لاصقه فيها. وشوفوا دوكا غير فرغت الماء حتى خفيفه برك بلا جهد، النتيجه والله غير هايله. دوك تشوفوها. انا هذه الطريقه شفتها في الفيسبوك عند وحده وليت ديما معتمدتها وحبيت نبارطاجيها معكم، بالكش ما كانش اللي تعرفها تستفاد. وهكذا يا البنات كملنا روتيننا المقسم والمريح. اذا عجبتكم الطريقه اللي معتمدتها طريقه تنظيف الاير فراير جربوها وقولوا لي في التعليقات. اذا بديتوا نفيذوا تحضيرات تاع رمضان ولا مازال، ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باه يوصلكم الفيديو الجاي ان شاء الله، راح يكون اقوى ان شاء الله. وما تروحوش مازال الفيديو طويل ومفيد. شاركت معكم خدمتي هذه طلبيه تاع زبونه لي فيونساي تاخذها. كيما على بالكم راني نبعث هنا في فرنسا ونبعث لبلجيكا اسبانيا المانيا، بريسك توت لوروب، ماشي كامل مي بريسك قداه البلاد.
وزدت شاركت معكم ثاني وصفه تاع بريوش هايل للسحور، راح تلقاو المقادير تاعو في صندوق الوصف. وهذه هي البنات، نخليكم تستغلوا الباقي تاع الفيديو ترونكيل، هدرت بزاف اليوم. وقولوا لي اذا تحبوا الفيديوهات الصامته ولا نكمل نهضر لكم هكذا. هيا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.